السلام عليكم مشاهدي ومحبي ومتابعي مسلسل صلاح الدين الأيوبي. مرحبا بكم إلى تحليل الإعلان الثاني لحلقة 40 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي. إعلان ناري شاهدنا فيه ظهور شقيق صلاح الدين طغطكين، والذي لقب بتاج الملوك بوري، وأيضا بظهير الدين وبسيف الإسلام. لنشاهد جانب من الإعلان ثم نعود للحديث يا أصدقائي. Rahmet geldi Halil. Musa'yı Harun ile, İsa'yı Yahya ile destekleyen Allah'a yemin olsun ki Selahaddin Eyyubi yalnız değildir. Ağabeyimin canına kasteden hainlerin kanını dökmeye geldim. Ben Necmettin Eyüp oğlu Börü. طغطكين ابن نجم الدين أيوب شقيق صلاح الدين بعد أن بلغه خبر تآمر الصليبيين مع الفاطميين الخونة لقتل صلاح الدين والتخلص منه، جمع محاربيه وجاء على الفور لنصرة أخيه. وكما شاهدنا في الإعلان ظهور قوي للأمير طغطكين، والذي ستكون له شخصية قوية ودور بطولي كبير في الوقوف إلى جانب صلاح الدين. وبعد أن يعلن صلاح الدين قيام الدولة الأيوبية، سيعين أخي طغطكين واليا على اليمن بعد أن يتمكن أخي تورانشاه من دخولها والسيطرة عليها، وسيحكم اليمن هو وأبنائه 58 سنة. كانت هذه هي فقط نبذة مختصرة عن طغطكين أخ صلاح الدين. ورأينا في الإعلان أن طغطكين وصل في لحظة حرجة جدا، حيث كان صلاح الدين قد وقع في فخ أركيف والصليبيين، وسيكون لطغطكين دور كبير في إنقاذ صلاح الدين وحمايته. وكما رأينا في الإعلان يقول صلاح الدين: لقد جاءت الرحمة يا خليل، ويقصد بالرحمة أخيه طغطكين. كان هذا هو الحدث الأهم والمهم والوحيد الذي تضمنه الإعلان الثاني للحلقة القادمة 40. طغطكين تولى اليمن ومات في عام 1197 في مدينة زبيد في اليمن. ولعل ظهور طغطكين شقيق صلاح الدين دليل على أن هنالك أحداث هامة وبارزة وأحداث نارية سنراها من خلال الحلقات القادمة. انتظرونا أحبتي في تحليل الإعلان الثالث إن كان هنالك إعلان ثالث، ونلتقي في فيديو قادم وتحليل قادم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل إعجاب للفيديو، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.